أحاديث نبوية. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله: خير الناس أنفعهم للناس. صحح الحديث العلامة الألباني. عن أبي برزة الأسلمي: قلت يا نبي الله، علمني شيئا أنتفع به. فقال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. من كتاب صحيح النسائي: قال النبي: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. صحح الحديث الألباني. قال النبي: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله: مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه. قال النبي: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. قال النبي: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. قال النبي: إن أبعد الناس من الله القاسي القلب. قال النبي: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال النبي: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. قال النبي: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله. قال النبي: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. قال النبي: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. صحح الحديث العلامة الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال النبي: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. معنى حمر النعم هي الإبل الحمراء، وهي أكرم الإبل. قال النبي: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه،